بسميها الصينية المنجزة، للعشاء أو للغداء أو لأي وقت بتطلع خطيرة. صينية سهلة وسريعة وهتعجبكم أوي. صينية الجلاش، وأول حاجة هنعملها هو الخليط اللي هنحطه بين طبقات الجلاش: كريمة ولبن وكمان سمنة أو زبدة وزيت. وكل المقادير بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو. وهضيف ملح وفلفل وهقلبهم كويس. وهجيب الصينية بتاعتنا واحط فيها سمنة او زيت من تحت وادهنها. وهبدأ احط طبقات الجلاش. بين كل طبقة وطبقة هحط معلقة من الخليط، معلقة صغيرة، وهفردها بالفرشة بالشكل ده. مهم جدا يبقى الكمية بسيطة، ما تزودوش قوي. والنهاردة انا هستخدم خليط الجبن، دي جبنة اشقوان وجبنة موتزاريلا. هوزعهم، ممكن نستخدم اي جبن متوفرة عندكم. وكمان هستخدم النهاردة بسطرمة، ممكن نستخدم سلامي او بيبروني، ممكن بالجبن بس، هتطلع حلوة برضو. هوزعها وبعد كده هعمل الطبقة اللي فوق. هحط برضو حوالي 5 أو 6 طبقات، وبين كل طبقة وطبقة الخليط، وهوزعه بالشكل ده. وبعد كده هنقطع الصينية بالأحجام اللي تناسبنا. وهجيب صفار بيضة واحط عليها معلقة من الخليط، وافرده على الصينية بتاعتنا على الوش عشان تاخد لون حلو. الخليط بتاعنا ده يكفي حوالي صينيتين. في الاخر هرش رشة من السمسم وحبة البركة، بتطلع حلوة قوي. هدخلها الفرن على درجة حرارة 190، الرف وسط. جربوها، متأكدة هتعجبكم.